ولسوف يعطيك ربك فترضى. أرضيك اطمئن، أنت الآن في عالم الضيق، في لحظة أنا فرج عنك. ولسوف يعطيك. حبي حالك واعرفي قيمة حالك وقدري نفسك واشتغلي تتحققي أحلامك وذاتك، وانت كوني سيدة نفسك، أب وأم وأخ وأخت وصديق. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. انتوا عم تتابعوا فيديو اليوم رح تشوفوا فيه كتير شغلات حلوة. شو جبت لبيتك مالت عفش البيت. طبعا يعني كل فيديو رح تشوفوا شغلات حلوة اكتر من الفيديو يلي قبل. وشو ساعدني جوزي، وكان عندي عزيمة بس ما صورت لكم شو يعني طبخوا هيك، صورت لكم السفرة بس. وشو اشتغلت وشو عملت، يعني شوية شغلات حبيت شاركها معكم. ويا صباح الخير، طمنوني عنكم. الفيديو هلا بلش. مشاهدة ممتعة لفيديو اليوم، ولا تنسي انك تكتبي لي هيك تعليق كتير حلو ومن وين انتي عم تتابعيني. بس قبل ما نبلش الفيديو خلينا هيك نكسب الصلاة على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد. المهم عزيزاتي وجميلاتي، مثل ما قلت لكم حتشوفوا كتير شغلات بهذا الفيديو، ان شاء الله تحبوه وتحبوا فيديوهاتي. واكتبوا لي اذا بدكم فيديوهات يعني أقل من هيك ما عندي مشكلة، يعني إذا كنتوا حاسين إنه الفيديو طويل. وهلأ بلشوا الفيديو. طبخت الكبسة وقليت اللوزات. سريعة الاشتعال، طبعا مناديل وبلاستيك. صار في مشاكل بينه وبين الإدارة، فقرر إنه يولع ويشوفوا النتيجة يا جماعة. حريق ضخم انتشر. بس كمان شغيل يسووا الفكرة كتير برد. هلا قبل ما نفوت بعجقة هذا الفيديو رح أخبركم شوي إنه بالعزيمة كنت مقررة إنه نقعد على الطاولة، بس ما شاء الله كان عددنا كتير كبير، 10 أشخاص، فقلنا لا رح نقعد على الأرض وناكل كلياتنا مع بعض. وهون رح نرجع هلا للفيديو. مثل ما شفتوا رجعت القديم، يعني من وقت ما اشتريت الغراض ورجعت على البيت. هون رجعت على البيت وبلشت المغامرة، بلشت تنظيف مثل ما عم تشوفوا. أول شي مسحت أرضية المطبخ كتير منيح، عن جد بنصحكم إذا لقيتوا منها لهي الممسحة يعني اشتروها ولا تترددوا، بتجنن حرفيا. المهم مثل ما عم بتشوفوا مديتها طلعت كتير حلوة بالمطبخ. عطوني رأيكم. أنا يعني تفاجأت لأنه كنت بدي إياها بصراحة أكبر من هيك، بس كمان طلع ستايلها حلو. أنا كتير عجبني لونها كتير، بس تمنيتها لو أكبر شوي. وهلأ رح ننتقل للصالون. شوفوا بلشت كنس ونظيف. وهي الموكيت الصغيرة أو السجادة ما بعرف، هي اشتريتها ب30 باوند. نحن هون العملة اللي عنا باوند، لا دولار ولا يورو. المهم شوفوا لي النتيجة، خبروني بالتعليقات شو رأيكم بهي السجادة. أنا بصراحة حسيتها كتير حلوة، هي كتير خفيفة بس حسيت هدول الألوان كتير لابقة لطقم الكنبايات اللي عندي. شو رأيكم؟ خبروني بالتعليقات. وما حبيت اني اجيبها كتير كبيرة، لا هيك حسيتها بتعطي هيك لوك احلى، تغيير للصالون. اخر شي قررت اني اخذ هي. شو رأيكم؟ خبروني. طبعا انا هي مسحتها ونظيفة فقلت شوفوا شو اجا معها. هي العطر لازم نحطها بقلبها مشان تعطي ريحة حلوة. مين بيتذكر هي؟ بنتي من قفل الكاميرا عم تقشر لي انه اعطيني اياها ماما مشان طقطقها. شوفوا هي شو بيجي معها. بصراحة انا كتير حبيتها وحسيتها كتير رايقة. شو رأيكم؟
حسيتها انه انا موديل طاولتي مدور، فاذا بجيب هديك المطاوله ما حسيتها انه بتعطي لوك احلى، فحسيت هي اكتر بصراحه. اول ما فتحتها ما شاء الله طاحت الريحه، عن جد كتير 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 الريحه حلوه. فشوفوا شو فرجيكم شو مع هاي الشمعه، حرفيا ريحتها فريز حرفيا عن جد ما شاء الله. ومع هاي الشمعة الصغيرة، وكمان مع هدول هاي معطر مشان نحطها بقلبها، وحط هدول، حط 1 أو 2 ما بتفرق، أو 3 أو فيني أكتر مشان تعطي ريحة للصالون. كتير ريحتها حلوة، شايفين ما أحلاها؟ وهي عن جد ريحتها كتير حلوة فريز. أنا بدي أحطها مثل ما هن حاطينهم، شايفين كيف حاطينهم؟ فبدي أحطها مثل ما هن حاطينهم. فينا نحط واحدة مثل ما قلت لكم، 2 حسب، بس أنا بس رح أحط 2. وهلا رح آخذ نشم الريحة كمان. ريحتها كتير حلوة. بس هيك حطها ورا، حط هاي هيك، بحطها ورا هدول. بصراحة أنا حسيتها كتير غيرت، شو رأيكم؟ أنا حسيتها كتير غيرت وعن ناحي الباب، حطها هلا ناحي الباب إن شاء الله، يعني بتعطي هيك روح حلوة. بدي احط لها كمان حبل أضوية بقلبها، هيك جا على بالي خليها تضوي بالليل تطلع كتير حلوة. خبروني بالتعليقات شو رأيكم فيهم، وإذا بتحبوا بخبركم من إنه محلات اشتريتهم. جوزي هلا جابها كمان مشان نركبها ان شاء الله على الباب. هلا رح اصور جوزي هو عم يحط هدول برا ناحية الباب. بابا عادي انا علقها. اسمعي، بتعرفي ان انا اسال الله الحسنى؟ لازم جوجو تطلع بالفيديو، ما بصير. وطبعا هي الننوشة اللي عم تصور الفيديو. انا احكي لي اسم الله. شفتين انا مكنسة هي هلا حطيتها، شو رايكم فيها؟ كتير حلوة مع هاي الوردة وهي الوردة. ويلا لفرجيكم الصالون. جاهزين؟ يلا نشوف. هلا عم فرجيكم شغلات طبعا خطوة بخطوة. هي جبنا طقم الكنبايات، شو رأيكم فيهم؟ هدول طقم الكنبايات، انتو شفتوا اشتريت وركبنا طاولة السفرة، ما شاء الله كتير عملية وكتير ظريفة. بس طبعا لسه ماني مستقرة على لون معين، يعني عم حط كل مرة لون شكل. شو رأيكم بلونه؟ كمان شاركتكم كيف جبت هي، شو رأيكم؟ كتير حبيتها بصراحة. هاي طقم الكنبايات، وكمان ركبنا هاي الجلايل، وكمان فرجيتكم انه ركبنا هدول الجلايل. هون الصالون مستقر. وهي اللي قلت لكم جبتها كمان ما شاء الله كتير كتير ريحتها حلوة كتير. وهون حاطة انا لانه بلعب رياضة فحاطة هون. شوفوا عشان ما اطلع انا بالفيديو، ما شاء الله عليه فنان بكل ما تعنيه الكلمة. المهم هلا هون انا ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الصالون عندي مساحته كبيرة تمام، يعني المطبخ بتعرفوا انتو هون يعني يا بيطلع لك الصالون صغير والمطبخ كبير، يا بيطلع لك بالعكس، يا اما بيطلع بالعكس. تمام شوفوا هلا
هون حطيت طاولة السفرة. هلا اوقات انا بحطها هيك بهي الطريقة هيك، اوقات انا بحطها هيك. يعني هون بتحسوا انه خلص غرفة مستقلة عن هي تماما. يعني بس نحنا بدنا نتغدى بنجي لهون، واوقات ما بنشر الغسيل برا، بنشر الغسيل هون. انه ما شاء الله هاي التدفئة منيحة يعني، فبحط الغسيل هون ناحة. اوقات لانه بتعرفوا عنا دغري دغري بصير مطر وشتاء على الصيف. المهم شوفوا، وهذا اذا بتتذكروا قلت لكم الفيديو السابق اني اشتريته من سوريا. جبت هدول من سوريا حطيتها. وهي كمان الطاولة هي نفس هي الطاولة، نفس اللون ونفس كل شيء تقريبا. يعني طلعوا شايفين شلون نفس اللون، نفس اللون، ما بتفرق ولا يعني ولا شيء، تقولوا مفصلين سوا. طلبنا هي اول، بعدين نحن رجعنا طلبنا هي. المهم فشوفوا كتير حلوة بسم الله ما شاء الله. هون حطيتهم هدول، شوفوا القرآن بسم الله ما شاء الله، شوفوا القرآن الصغير كمان جبته من سوريا. وهون شوفوا هون كمان حاطة اسمي، وهي البحرة، وهون الدلة والفنجان، وهون الدربكة، وهون سوريا، سوريا يا حبيبتي. وكمان شوفوا شو حاطة كمان، شاركتكم فيه برمضان، وشاركتكم إذا بترجعوا للفيديوهات القديمة. وإذا كنتي أول مرة عم تحضري هدول كلهم جبتهم من الإمارية من الشام. هي جوزي والله هو عمل لي إياها، فصل لي إياها حرف الراء طبعا. هون كمان حرف الراء أنا اشتريته، هي المصحف وطقم الصلاة. وشو كمان إذا بتتذكروا قلت لكم وقت اشتريته إنه ناقصة معلقة. وهذا هو صالوني. وهلأ عم نفكر نغير الديكور، نقلب الديكور كله بالعكس. يعني ناخد هدول نلحشهم هون، ونلحش هدول لهون. انتم متخيلين الخربطة اللي بدها تصير؟ بس عن جد عن جد حرفيا هيك نحنا ناويين ان شاء الله. حتى هي فرجيتكم اياها، بس جبناها وعلقناها وكل شيء تمام والحمد لله. شوفوا لساتني انا بالخطوات، يعني رح شارككم كل شيء. شوفوا هي اللوحة من الشام كمان جبتها من الإمارية. وهي القنينة اللي وراها بالضبط هي ماء زمزم، يعني قلت لكم بابا جاب لي اياها من رفيقه. فوالله بس هيك هذا هو صالوني المتواضع. شوفوا والله العظيم اني حطيت كل شيء بعفوية. وعلى فكرة يعني حتى اشترينا يعني شغلات يعني ما لها من الثقيلة، لأنه قلت لكم أنا لحقنا لساعتنا بالبدايات، وبالبدايات أنت بدك تجيبي هيك وتجيبي هيك وتجيبي هيك. يعني بصراحة دفع كتير الله يسهل يا رب. المهم هاي الطاولة جبناها من تيمو، وهي كمان جبناها من تيمو، وكمان بصراحة هي كمان جبناها من تيمو. ما شاء الله كمان كتير كتير حلوة وظريفة. يعني هدول الثلاثة نفس اللون، ما في فرق فيهم أبدا أبدا أبدا. فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، رأيكم ببيتي المتواضع عن جد والله العظيم، بكل حب وعفوية وتواضع. كل شي عم أسسه بصراحة، يعني كل شي هو بكل حب وتواضع. حتى هي جبتها من تيمو على فكرة، بس ينطفى كل شي. شوفوا هذا الضوء هلا حاطينه بناتي لون الأخضر، أنا بحطه لون الأحمر. يا سلام بيعطي لون بياخد على الصالون. تعليق إنه هذا الباب لوين بيودي، تعالوا لفرجيكم لوين بيودي. تعالوا 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 تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هذا مبدئيا كان لونه بني أو نحاسي، خلينا نقول هيك مثل برا بالجنينة. المهم ما راح أعرف شو حقلكم يا هون حاطة كل أغراضي لكم، هون حاطة كل أغراضي، عملته مستودع الأغراض. وهون كمان كله جوزي دهنه، كله مدهن وزبط لي اياه والله، وحتى زبط لي الإضاءة ما كان فيه. هون بحط، شوفوا هلا هون بحط، شوفوا شو جايبة للعصفور أكل ولا للعصفور، قلت حرام بيجوا كتير عصافير. هون بحط الثوم، البصل، بحط شوية مثلا باذنجان، خضرة، اللهم صل على سيدنا محمد. بحط آخر شي، قولوا معي، آخر شي بحط بطاطا، هيك شغلات. وهون هذا الغرض اللي اشتريته جديد، عن جد فرحانة فيه فرحة لا توصف. طبعا هلأ هاي المقلاية أنا هلأ طلعتها لأنه بدي يساوي أكل. وهي اللحمة للشوي تمام. وبنتي الكبيرة، وهون عاملين غرفة لبنتي الصغيرة. وهون الكريدور، هذا الكريدور هون بحط الأناني
الأناني وهدول القصص لأنه ما بينكبوا نحن عنا. هلا نحن هون بريطانيا غير الدول الأجنبية الثانية، ما معناه إنه الأناني نحن عنا ما بينباعوا، خلاص لازم نفرزهم لحال. يعني بنفرز الأناني الشرب لحال، نحن هون نستعمل الأناني الشرب والزبالة الثانية لحال. تعالوا فرجيكم كيف. يعني شوفوا، هي السودا للعفو منكم للزبالة، تمام؟ والثانية الزرقاء هي الثانية يعني نحط فيها الأناني كل شيء أدوات بلاستيك، هي الزرقاء أو كل شيء كرتون، تمام؟ هون فيكم هيك تفوتوا دغري من المدخل هيك دغري لهون. بس أنا طبعا جوزي خليته يفتح لي هداك الباب لأنه نحن بنفوت من الباب الرئيسي فورا. المهم والله هذا هو، هون الباب بفوت وهون الباب بفوتنا على المطبخ.